عمرو مصطفى بيصطاد في الماء العكر ولا بيتكلم حقيقة؟ بيوجه إهانة قوية جدا، يهين ويمرمط محمد فؤاد بعد اللي حصل في مستشفى عين شمس التخصصي. تعالوا نسمع بالصوت والصورة عمرو مصطفى قال إيه، وكمان رد الجمهور على عمرو مصطفى كان إيه، وإيه الحقيقة. يا ترى محمد فؤاد غلطان ولا طبيب عين شمس هو اللي غلطان؟ هنوريكم فيديو حصري وجديد من داخل المستشفى تم تسريبه من أحد الممرضات اللي موجودة من وقت دخول محمد فؤاد للمستشفى علشان أخوه عنده جلطة، وراح مسرعا جدا علشان يلحق أخوه. إيه اللي حصل بالتفاصيل، وكلام عمرو مصطفى عن الواقعة كان إيه؟ ده اللي هنسمعه بالصوت والصورة. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عمرو مصطفى علق على موضوع محمد فؤاد، ولكن قبل ما نسمع عمرو مصطفى قال ايه، تعالوا نشوف الجمهور قال ايه على عمرو مصطفى. اولا الناس قالت ان هو بيصطاد في الماء العكر، وكمان بيصفي حسابات ما بينه وما بين محمد فؤاد، وان هو غلاوي وسماوي، وان هو ما بيحبش الخير لحد، وانه فعلا بينه وبين محمد فؤاد مشكلة كبيرة. علشان كده لقى ان ده الوقت المناسب انه يقول لمحمد فؤاد إن مهما تعمل احنا مش هنصدق ان في دكتور اصطف في جامعة هيدخل عليه مريض مش هيرضى يعالجه في مكان زي مستشفى عين شمس التخصصي. انسوا، عمرنا ما هنصدق الكلام ده ابدا. مهما تعملوا، لو عملت ايه مفيش حد هيعمل حاجة زي ده. وفي النهاية كان بيدين محمد فؤاد وبيقول له مش علشان انت فنان ومعروف المفروض ان الطبيب هيقف لك تعظيم سلام. لا، انت بني ادم زي اي بني ادم، هتاخد وقتك، هتاخد دورك. وبالمناسبة على فكرة الاطباء ما استنوش، قالوا لك وشخصوا لك حالة اخوك ودخلوا العمليات، ولكن انت كنت بتكلمهم من فوق لتحت وبتقول لهم هو انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا الفنان محمد فؤاد. الناس طبعا ده كان كلام عمرو مصطفى، لكن الناس ما حبتش كلام عمرو مصطفى، وقالوا له انت بتصفي حسابات زي ما عملت بالظبط مع عمرو دياب لما صفع معجب على وشه. الخناقة بتاعت محمد فؤاد كانت كالتالي. محمد فؤاد فعلا دخل قال ان الطبيب كان قليل الذوق معاه، ببصله من فوق لتحت وما كانش مهتم باخوه ابدا، وقال له انت عايز ايه؟ انت وقتك هتاخده وقت ما هتاخده، مش علشان انت فنان هنيجي ندخلك على طول. بصراحة سواء الفنان اللي غلطان او محمد فؤاد اللي غلطان، فالاتنين في موقف صعب جدا يا جماعة. اولا محمد فؤاد حزين وزعلان عشان اخوه، وكمان اعصابه يعني هو نفسه تعبان، وكمان الطبيب مضغوط. الاطباء بتوع الطوارئ دولي الله يكون في عونهم، بيجوا لهم حالات في اوقات صعبة جدا، وهم بني ادمين وبيتعبوا، ولازم نلتمس ليهم العذر سواء طبعا الطبيب اهتم او ما اهتمش. ولكن بعض الكاميرات صورت ان الفنان محمد فؤاد بالفعل هو اللي كان بيتهجم على الطبيب، وهو اللي قال الفاظ بذيئة شوية، ولكن الطبيب طبيعي ان كان يبقى ليه رد فعل. ايه الحقيقة ايه وايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في الساعات اللي جاية.